صباح الخير. المعادلة بسيطة، طالما نحن تيار وطني سيادي وحر ما مناخد أوامر من حدا، وطالما رئيس هالتيار هالقد قوي وناجح رح تضل الإشاعات عم تتطاير حواليه، بس مثل العادة لم ولن ينالوا. اليوم معنا عضو المجلس السياسي بالتيار الوطني الحر المهندس توني نصر. خليكم معنا. عضو المجلس السياسي بالتيار الوطني الحر المهندس توني نصر، صباح الخير. صباح النور. استاذ توني، كان الخبر من الابواق والافواه الحقودة انه الوزير جبران باسيل عامل دراسة لبيع املاك الدولة، اصول الدولة. شو صحة هذا الخبر؟ سمعت هذا الخبر من الفريق الإعلامي لأحد المرشحين الغير معلنين اللي مش عالن عن نفسه كمرشح بعد. الأستاذ محمد عبيد بيطلع على الإعلام وعم بيوجه اتهام مباشر للوزير باسيل ببيع أصول الدولة. للأسف إذا ما عجبهم التفاوض مع الحزب والمشروع اللي عم نقدمه للشعب اللبناني من صندوق الائتماني إلى لمركزية الإدارية والمالية الموسعة، هيدي الطريقة يلي بيردوا فيها، مش إنه هجوم بين فريق الإعلامي تبعهم. للأسف هيك فهم الأستاذ عبيد الصندوق الائتماني يلي حكي عنه الوزير باسيل مطولا مؤخرا، خصوصا بعد آخر اجتماع للمجلس السياسي، وأوضح وكان كتير واضح وفرق بين الصندوق السيادي والصندوق الائتماني، وقال هيدا الصندوق الائتماني بينحط فيه المؤسسات الدولة تتخمن، وبينجاب مستثمرين بيستثمروا بهالمؤسسات لتصير تربح، وطبعا ولا دقيقة نجيب سيرة بيع هاي المؤسسات، إنما إصلاح هيدي المؤسسات والاستثمار فيها لتكبر أكتر وتصير تربح أكتر، وعائداتها طبعا حتكون للدولة اللبنانية. وشرح كيف العائدات بتكون للدولة، وقسم من هيدي العائدات يستعمل لاسترجاع الودائع، ليرجعوا الودائع للمواطنين. ما عجبهم هيدا الاقتراح، لأنه هيدا اقتراح مفيد جدا للبنانيين، وممكن يطلع هيدا البلد من الأزمة، وممكن يشيل بعض المؤسسات من أنياب بعض المستفيدين. يعني مثل العادة تشويه لصورة الوزير جبران باسيل وتضليل للرأي العام. تضليل الرأي العام. لما بتطرح مشروع مفيد للبلد للأسف بيضللوا الرأي العام وبيستغلوا الإعلام ليهجموا على هيدا المشروع وليضللوا الناس. علاقة مع حزب الله، تفاهم، خصام، حوار، خصام، افتراء، وين صارت العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، ولوين رايحين؟ أنا ما بسميها خصومة، هذا في اختلاف على بعض النقاط، خاصة على موضوع رئاسة الجمهورية. حصل اختلاف بالرأي وكنا واضحين وعبرنا عنه وقلنا مش متفقين بهذا الموضوع. وطبعا بعد هالفترة الطويلة اللي مرقت الحزب أدرك أنه ما في إمكانية يقدر يوصل المرشح يلي طارحه أقله بدون التفاهم مع الفرقاء الآخرين، وأولهم تيار الوطني الحر، أو الاتفاق على مرشح آخر. نحن كنا عملوا هيدا الكلام انه تعالوا نتفاوض، تعالوا نحكي، ما فيكم تقولوا لنا انه هيدا مرشحنا تفضلوا انتخبوه. ما بتمشي الامور بهيدي الطريقه. بقى فعلا ادرك الحزب انه لا، لازم نروح على التفاوض، ونحن كنا على طول عم ندعي الى التفاهم حول رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس للجمهورية، التفاهم حول البرنامج
وحول كيفية إدارة هيدا البلد. ومن هيدا الباب رجع التفاوض على نقاط محددة: المشروع الرئيس، مشروع الإصلاح إلى الرئيس، المركزية الإدارية الموسعة، وطبعا الصندوق الائتماني. وهيدي الثلاث نقاط عم يجري التفاوض فيها بجدية تامة مع حزب الله. طبعا بسوى هو يكون عم يتفاوض مع شريكه بالثنائي، إنما واضحين نحن وهي فوق الطاولة مش تحت الطاولة. لا مركزية إدارية ومالية موسعة، هيدا شرطنا. وطبعا صندوق ائتماني لنرجع ننعش هيدا البلد وتنحكي خطة اقتصادية. شو يعني خطة اقتصادية؟ ما هيدا من ضمن الخطة الاقتصادية، وهيدا أساس الخطة الاقتصادية. هي إنك ترجع تعمل مؤسسات الدولة رابحة، مؤسسات رابحة، تجيب مستثمرين، تستقطب مستثمرين، وترجع تصير مؤسسات عم تربح مش عم تخسر. لما الكهرباء بتصير عم تربح يبطل عنا عجز بالكهرباء، بيبطلوا يطرطوا على الإعلام إنه 40 مليار ليرة هدر بالطاقة. وللأسف ما عرفوا يسموها، كل عمرهم كانوا يسموها دعم للكهرباء، دعم للتسعيرة، لأنه ما كانوا يقبلوا يغيروا تسعيرة الكهرباء. صحيح. بدهم مواضيع ليهجموا فيها على خصومهم أو على المنافسين تبعهم بالسياسة. إذا ما قادرين يقدموا أحسن للشعب اللبناني بيقوصوا عليك. بالإعلام سيسوني عم يلحكى دغري إنه خلص الوزير باسيل وافق على ترشيح سليمان فرنجية وباقي بس إنه يعلن الموضوع. لا، مش صحيح هيدا الكلام. نحن قلنا إنه اسم الرئيس ما صار في تفاهم على اسم الرئيس، في تفاهم على البرنامج، في تفاهم على المركزية الإدارية، وفي تفاهم على الصندوق الائتماني. وقلنا أنه مستعدين نسهل عملية انتخاب رئيس. طبعا لما بنحصل على مركزية إدارية ومالية موسعة، وبنحصل على الصندوق الائتماني، وبنقدر ناخد ضمانة ببرنامج الرئيس، بصير موضوع اسم الرئيس سنوي أكثر ما هو البرنامج والمشروع المتكامل يلي عم نطالب فيه. نعم. أستاذ توني، بعرف قديش توني نصر بيعشق البترون وقضاء البترون، بترون السياحة، بترون مدينة الفرح. كيف استقبلت الصيف؟ وإذا فينا نضوي على المشاريع يلي صارت بالقرى البترونية وبالبترون، وشو في خطة للمستقبل، لوين رايحين؟ صراحة البترون يعني صارت على لسان كل سائح، يعني صارت هي الديستنيشن. وطبعا هذا هدف عم نشتغل عليه لنا أكثر من 10 سنين. طبعا الوزير باسيل كان حاطط بال 2018 ببرنامجه الانتخابي، بذكر كان العنوان البترون 2022. بالرغم من اللي حصل بالبلد والأزمة الاقتصادية والثورة اللي كانت موجهة بالتحديد على جبران باسيل وعلى البترون، إنما ما قدروا ما يخلونا بالبترون. عملنا اللي وعدنا فيه، وفعلا البترون اليوم هي الديستنيشن، هي المدينة الأولى بلبنان بالسياحة. وطبعا مش بس مدينة البترون، نقدر نلاحظ اليوم انه هالقرى الوسط والجرد فعلا عم تشهد بيوت ضيافة، انشاء بيوت ضيافة اللي على طول اوكيبيشن 100% مليانة. تتفاجأ انه ضيعتي شبطين هي ضيعة بالوسط، صار فيها 40 بيت ضيافة، 40 جيست هاوس، ما بتقدر تلاقي واحد منهم فاضي على فترة تموز وآب وأيلول. وهذا الشيء جيد جدا. حتى دوما اليوم مثل ما بتعرف سعي الوزير باسيل مع القطرية وقدر يجيب تمويل لسوق دوما لإعادة ترميم سوق دوما بقيمة $1,000,000. ونحن اليوم نتوقع أنه دوما تشهد نفس النهضة يلي شهدتها مدينة البترون السياحية والتجارية. سؤال أخير، 10 شهر في انتخابات للتيار الوطني الحر، في أي مفاجآت بمناصب نائب الرئيس؟ وفي شيء لوايح مرشحة بوجه
الوزير جبران باسيل؟ حتى الآن ما شفنا أنه في لوائح مرشحة، علما أنه داعي الوزير باسيل يلي بحس حاله قادر يقوم بهالمهمة أو مش عاجبه السياسة اللي عم بيدير فيها تيار إلى ترشح وللمنافسة. وأنا بتمنى كنت يكون في لائحة منافسة، لازم يكون عندهم الجرأة المنافسين، بدل ما يكون الحكي بالصالونات أو بالخفي، يتفضلوا يترشحوا ونعمل منافسة شريفة ومنافسة ديمقراطية. لازم يكون عنده الجرأة المنافس أنه ولو ما بيقدر يستحصل على أكثر من 10% يتفضل. أنا بالنسبة لي بعتقد أنه ما عنده منافس جدي الوزير باسيل اليوم على رئاسة التيار هو ولائحته، ولكن حتى اللي عنده الجرأة أنه ينزل يتنافس معه ولو عارف مسبق يمكن ما يجيب أكثر من 10 أو 15% يتفضل. بس يمكن ما حدا عنده الجرأة ليعمل هيدي المنافسة، مشان هيك ما عم بتوقع أنه يكون في لائحة تانية. بخصوص نواب الرئيس، بعد في عنا 20 الشهر يغلق باب الترشيح، بس لحد هلا بعتقد أنا ما شفت هذا الشيء مبين. اوكي، بخصوص اللوائح، بخصوص منصب نائب الرئيس، قريبا حينعلن مين؟ في مبين مين ولا بعد ما بين شيء؟ والله صراحة أنا مش مطلع على تفاصيل اللائحة اللي عم بيألفها الوزير باسيل. هيدا فريق عمل بده يشتغل معه نائب الرئيس للشؤون الإدارية والشؤون السياسية. بقى بعتقد أنه طبعا بيكون عم يعمل استشاراته ليختار الفريق المناسب ليكون عم بيساعده. بعرف انه عم يعمل استشاراته، بس بعرف انه بعد ما اختار الفريق اللي رح يكون معه على اللائحة، في مروحة كبيرة من الشباب والصبايا والسيدات اللي عندهم الكفاءة. بعتقد مش صعبة المهمة. توني نصر، بدي اتشكرك، انا بدي اتشكر وقتك، واكيد رح نرجع نتلاقى بلقاءات تانية ونحكي أكتر عن البترول وعن السياسة وعن التيار. شكرا لك ريت، شكرا لك. ثانك يو، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. باي باي.